قال مولود في بقي معلقه ذهب. طب والله ما كانت لاحقه معلقه كشري من البلاستيك اللي بيضي. شوف القصه يا عم، كنت صغير ما كانش معايا بطاقه، مسكوني علبه مناديل، قالوا لي تقعد عند الحمام، اللي داخل الحمام هنا تديله منديل وهو طالع يديك اللي فيه النصيب. انت متخيل؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هندردش معاكم شويه، يمكن تطلع مني بمعلومه، يمكن تستفاد حاجه، يمكن انا استفاد حاجه. اهو لقيت نفسي سهران شويه النهارده، قلت فضفض عن اللي جوايا. امبارح رحت التمرين، فبتمرن كده، فواحد من صحابي اللي بيتمرن معايا حصلت معايا حاجه كده اثناء التمرين. فالمهم سالني سؤال، قال لي ايه ما انت مولود وفي بوجك معلقه دهب، مش متعود على الحاجه دي. عارفين ايه اللي حصل معايا؟ اللي حصل معايا اني انا جيت نمسك وزن اكتر من مره، فيدي بتتزحلق، بتتزحلق منه اكتر من مره، مش ثابته يعني. زي ما انتم عارفين انا معايا الشريط اللي هو الحامل ده اللي بيمسك الاوزان، لما تكون ايدك مثلا او اعصابك مش في احسن حاجه ترفع بها الوزن. فبيقول لي ايه ما انت ايدك ناعمه، يعني انت مولود وفي بقك معلقه ذهب. قلت له يا عم انت ايه عرفك ان انا مولود في بقي معلقه ذهب؟ قال لي يا عم انت مش باين عليك انك انت شقيت ولا تعبت ولا الكلام ده كله، ما شاء الله معاك كذا ومعاك كذا ومعاك كذا ومحتوى ومش عارف ايه وايه وايه. طب عارف التعب اللي انا تعبته او الشجر اللي انا شفته او الحياة اللي حصلت معايا في حياتي، لو انت عشتها يعني كان زمانك وضعك مختلف خالص. يا اما كنت شمام، يا اما كنت حرامي، يا اما كنت حشاش، يا اما كنت خمرجي، او في الاحداث، او في الذاكرة وطي النسيان. فما خفي كان اعظم. راح مسكني من ايدي قال لي لا 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 تعالى بالله عليك انت بتتكلم جد؟ قلت له اه وانا بتكلم جد. قال لي، قلت له لا انا اوعى تفتكر اني انا مثلا، اي نعم انا مثلا ما عملتش حاجه مبهره او حاجه مثلا ملفته او خارقه للعاده عشان انت تشوفني اني انا مثلا شخص مميز. لا، انا يمكن اشتغلت شويه، اجتهدت شويه، ده كان توفيق، دعاء والدين، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، يعني إرادة وعزيمة، بس قبل أي حاجة توفيق من عند الله سبحانه وتعالى إني أنا نكون شخص مثلا كويس في شغل، الحمد لله كويس ماشي الحال، في بيتنا الحمد لله الدنيا مستورة الأمور زي الفل. ولكن دول اللي أنت شايفهم دلوقتي مثلا ناعمين دلوقتي، أو هم يعني انضافوا شوية دلوقتي، والله لو شفتهم زمان لكان تستعجب وفعلا تقول وما خفي كان أعظم. ده عنوان الفيديو على فكرة، عنوان الفيديو وما خفي كان أعظم. اللي هو إيه بقى؟ أنا بعمل لك محتوى مثلا على التيك توك، على الفيسبوك، على اليوتيوب، يطلع واحد يقول لك أنت جبت الفلوس دي من فين؟ جبت الفلوس دي مش عارف إيه، الموبايلات دي كلها من فين؟ يا عمي والله ده عرق ومجهود وتعب سنين وعذاب وصبر ومصابرة، وبرضه دعاء والدين وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وانت نفسك تقدر تبقى احسن من كده وافضل من كده، واحسن من عمرو، واحسن من اللي احسن من عمرو، واحسن من اللي بيفكر انه يبقى احسن من اللي احسن من عمرو، وهكذا ممكن تنجح في حياتك زي ما انت عايز. طب انت تعبت في ايه؟ مش باين عليك التعب خالص. ما هو طبيعي، ما هو طبيعي. الانسان اللي بيتعب في حياته وبيعرق وبيشقى وبيستمر زي كده والكلام ده، ويكون بيحاول يطور من نفسه، اكيد ربنا يسبب لك الاسباب ويعمل معاك الشيء اللي انت نفسك فيه او اللي انت عايز تحققه. انا واحد من ضمن الناس دي، تعبت جدا في حياتي، ظروفي كانت صعبة، ظروف والدي اللي هو ابويا كانت صعبة جدا، مريت بظروف ما مرش بها حد. اللي قدامك ده يا صديقي العزيز، تخيل، والله العظيم زي ما اتكلم، ممكن تصدق او لا تصدق، اسمع او لا تسمع. انا على سبيل المثال عربيات مسحت، عظم من الترعة شلت، خرسانة اشتغلت، قعدت نلم اسمه ايه ده العليق من وسط الزرع والكلام ده كله في البحيرة واشتغلت، جبسن بورد واشتغلت، شونت رملة من الدور الأول للخامس واشتغلت، بيت في كرفانات وبيت في حواش ومش عارف ايه، المطرة تنطر فوقيهم وفوق واشتغلت، محلات اشتغلت، صنايعي ثلاجات اشتغلت، فتحت بلاي ستيشن واشتغلت، صيدليات اشتغلت، سمكرة عربيات اشتغلت. بص كده، عايزك تسمع وتشوف، او تقعد مع عقلك كده وفي خيالك وتفكر في اي شغلانة تيجي على بالك او في مخك اني انا اشتغلتها، وتسألني
هقول لك ايوه، انا اشتغلت دي واشتغلت دي وقعدت فيها قد كده وقعدت فيها قد كده وقعدت فيها قد كده. طب ازاي؟ مستحيل. انا اشتغلت في المباني، انا اشتغلت يا باشا، انا اشتغلت يا باشا. كنت معلم عليك في البحيرة لدرجة اني انا خفت من المكان وقلت نجري ونهرب. الراجل قال نذبحكم مهنتي، وخدنا بعضنا قعدنا نجري في الصحراء لغاية ما لقينا مكان كده ايه، في عربية كده، وراح الراجل الله يمسيه بالخير شنبكنا فيها من ورا وبينا على حوش عيسى. ورحنا اشتغلنا برضو في كمان اشتغلت في بار، في بار مسكوني علبة مناديل، والله زي ما اكلمك. كنت صغير ما كانش معايا بطاقة، مسكوني علبة مناديل قالوا لي تقعد عند الحمام، اللي داخل الحمام هنا تديله منديل وهو طالع يديك اللي فيه النصيب. انت متخيل؟ اقسم بالله العلي العظيم قعدت من الساعة 8 بالليل لغاية الساعة 10 مفيش اي حد دخل. بطل الراجل فوق بقول له يا عم الحاج، يا عم الحاج، قلت له مفيش اي حد دخل عندي يخش نديله منديل والكلام ده كله. قال لي انت شغلك هيبدأ من 12 بالليل لغاية الساعة 8 الصبح. لا يا عم انا مروح. مروح مين؟ قلت له انا مروح. هو دخول الحمام زي خروجه، وراح ماسكني انا وولد خالتي الله يرحمه من كتافنا هنا، وكل واحد بالشلوت في بودي جارد، بره. رحت اشتغلت، كنت في الحوش مع الناس اللي طالعه على الحوش الصبح، رايحة تشتغل في الخرسانة والكلام ده كله في العمالة. صغير كنت أنا في تالتة إعدادي، وكلبوز تخين كان وشي ده قد كتافي. والمهم إيه، كنت عمال مستني أي مصلحة أي شغلانة، كل الناس تطلع إلا أنا. يجي يبص عليا الشخص يقول لي لا أنت صغير تنفعش، أنت صغير تنفعش. لحد ما جه واحد ما شاء الله عملاق هضبة كده تقيسه بالقصبة، قال لي تعالى معايا. قال لي بس تعرف الأول تخمر. قلت له نعرف نعمل أي حاجة، وأنا والله العظيم والوكيل اسمه ايه ده، ولله الوكيل، كانوا زي ما يقولوا استغفر الله العظيم في الايمان بتاعتهم دي. والله العظيم ما نفقه اي شيء في ان انا لا نخمر ولا نعمل اي حاجه، بس انا عايز اي شغل وانتم نعرف نعمل اي حاجه. مشينا حوالي بتاع 4 كيلو على رجلينا، وبعد كده دخلنا في مكان جوه. طلعت له 4 عروق، وطلعت له لحم بلطي، وطلعت له البراميل، وشاورت له كل حاجه تتخيلها. مسكت المسطرين مع المنظف ما نعمل كده. واول ما شافني ماسك المسطرين وراح قال لي انت يالا، انت اشتغلت قبل كده هنا في المحاره؟ قلت له اشتغلت. قال لي كذاب. قلت له والله اول مره في حاجه نشتغل. نعم يا روح امك، ده انا هناخد يوميتي من امك النهارده. نفس اللفظ كده، نفس اللفظ كده. وانا نطير وهو يطير، انا نطير وهو يطير، نجلح هنا ونجلح هنا. وربنا الهمني، الهمني سبحان الله، جاتني قوه خارقه من فين ما تعرفش. طبعا انت متخيل ان انا ضربته؟ لا طبعا مستحيل. كان ضبقني، كان عفصني. اللي عملته اني انا الدور الرابع فوق جلحت الاربع ادوار في 4 جلحات، دب 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 دب، وبقيت في الدور الارضي من تحت، وعينك ما تشوف الا النور. اطير ولا عرفش اصلا جيت من فين. انا اول مره اجي المنطقه دي اطير، عرفش جيت من فين. زي كده وسامع صوته في ودني ورايا، انا اوقف يالا، اوقف يالا، مش ورايا ولا حاجه، هو بس انا متخيل كده يعني. خدت بعض يا باشا، خدت بطانيتي اللي جايبها من بيتني، وقلت لولد خالتي انا مروح، انا مروح. قال لي يا تقعد. قلت له انا بطني سوست من العيش المصري الناشف والثلاث طعميات، انا عايز مدمس، عايز جبني، كفايه عادي. ناخد بعضنا ونطلع على بلدنا ونروح، وكان الله بالسر العليم. فاللي عايز نقوله لك يا صاحبي وصديقي العزيز، طولت عليك انا في الحكايه دي شويه. والله العظيم اللي ما يتعب واللي ما يطلع عينه واللي ما يشقى واللي ما يتعذب، بس يكون صابر وراضي ويمشي بما يرضي الله، في النهاية هتلاقي اللي يرضيك، هتلاقي الحاجة اللي تبسطك، هتلاقي الحاجة اللي تفرحك. يعني لو ظروفك صعبة، أي نعم بتكون بتدرس بتتعلم بتشتغل. أنا على سبيل المثال اتبهدلت في حياتي وطلعت عيني، بس كان معايا مثلا دعوة أمي الله يديها الصحة ويبارك فيها يا رب، وفي نفس الوقت برضو اخواتي برضو يعني كانوا بيدعوا لي. فالحاجات دي برضو بتخلي ربنا يفتح لك الطرق، ولله الحمد. برغم اللي انا حكيته لك ده كله، هنا وهنا وهنا وهنا، الواحد لا شرب سيجاره ولا ماشي غلط ولا سمح لاي حد يشتم بامه ولا بابوه. فالحمد لله. خليك عقلك موزون وامشي في الصح، هتكسب ان شاء الله، وربنا هيفتح لك كل الطرق والابواب المغلقه. يعني بعد تعب لازم في الآخر هتلاقي راحة. خدها قاعدة، بعد تعب لازم في النهاية هتلاقي راحة. دي قاعدة أساسية لا تستثناها، لازم ولا بد بعد تعب هتلاقي راحة. في الآخر ربنا كرمني الحمد لله، خدت اسمي ده في التعليم بتاعي. كنتش بروح المدرسة نهائيا، نهائيا ما بخشهاش.
ما باخشهاش، لدرجة إنه الشيخ في المعهد بعد أول، يعني لما كنت رايح تاني إعدادي وداخل أول السنة، من أول من السنة اللي فتحت في أول في بداية السنة 15 يوم ما رحتش، صدفة ما التغذية اللي هي البسكويت أو الحاجة اللي بيسموها التغذية دي كانت جت امبارح والله ما نعرف. واخد بعضي ورايح أنا المعهد، وداخل تاني يوم من اللي جت فيه التغذية. والشيخ الله يمسيه بالخير، عايش نقول اسمه انا، جرسني في الطابور. 2000 طالب فيهم 500 غايبين، يعني 1500 طالب قاعدين فين؟ في الطابور. ايوه يا ابو مصطفى يا بزامكي، ايوه يا ابو مصطفى. داخل الطابور، جاي الطابور عشان البسكويت. بسكويت إيه يا عم الحاج؟ تفتحنا الله يفتحك ربنا يا شيخ. جاي الطابور عشان البسكويت يا واد، وانا والله ما نعرف انه لا في بسكويت ولا في ضبراو. جرسني في الطابور وخدني على كتافي بالبتاع بالعصايه الخضراء دي، عارفينه اكيد اللي من بلدنا هيعرفوا مين هو زي كده. خدني على كتافي وجنابي بالبتاع الخضراء دي، وخدت بعد وطرت زي كده. ما دخلتش المدرسه غير اخر السنه، بعد ما بعتوا لي يمكن 50 انذار. تمام، 50 انذار انها نتفصل. في الاخر ما لقيتش عدل، وامتحاناتي خلاص هتروح. جبت لهم مشكرتين اسمنت، وجبت لهم كرسي بلاستيك، وجبت لهم 4 طوات حمار معايا وانا جاي في كل يوم. والحمد لله الامور اتسطرت، ودخلت الامتحان بتاعي وخلصت تعليمي وخدت تالتة ثانوي. ما دخلتهاش غير 3 أيام. طلعت اسمه إيه ده بنتيجة آخر السنة جايب حوالي 70%. دخلت دراسات إسلامية جنة، حوالي اسم دخلت انتظام من غير اي مشاكل. خدت فاتير وسبتها عشان ظروفي وظروف المعيشه والكلام ده. واشتغلت، خدت معهد كمبيوتر سنتين وسبته. بعد كده طلعت الحمد لله كبير عيله من الجيش. بعد كده كملت تعليمي وخدت ليسانسي اداب قسم تاريخ جامعه عين شمس، وتعلمت صيانه المحمول وبدات في الشغل. والحمد لله ربنا يعني وسع من هنا ومن هنا ومن هنا. اي نعم هو موضوع مش مبهر شويه، ولكن انا اللي عايز اقوله لك انه اللي بيسعى بينجح وبيوصل، وربنا دايما بيوفقه. ده كان فيديو سريع خفيف كده حبيت ادردش فيه معاكم النهارده انا، يعني ما تكونش مليت مني ولا حاجه. لو عجبك الفيديو وعايز كل يوم قصه نحكوها كده مع بعضينا، قول لي في تعليق ولا حاجه زي كده، يبقى حبيبي وبارك الله فيك. تنساش تعمل لايك وشير الفيديو ده. تحياتي ليك، بحبك جدا في الله. سلام عليكم.